هذا ما رآه اللاعب النيجيري صامويل تشيكويزي في الكرة التي تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو. ولكن قبل بدء الفيديو شاهدوا معنا ماذا توقع هذا الرجل المصري البسيط قبل مباراة المغرب ونيجيريا بيوم واحد فقط. قول يا حاج. ان شاء الله المغرب هتكسب بكره. بتحب المغرب؟ طبعا. طب انت ايه اللي خلاك تقول ان المغرب هي اللي هتكسب بكره؟ يعني ده اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى. احساس من عند اهل البيت. بالظبط. بحسب مصادر نيجيرية فإن اللاعب النيجيري صامويل تشيكويزي دخل في نوبة بكاء شديدة بعد المباراة بسبب إهداره ركلة الجزاء. وبحسب نفس هذه المصادر فإن اللاعب صامويل تشيكويزي قال بأنه كان يشعر بأن هذه الركلة ستصد من حارس مرمى المنتخب المغربي. وقال بأن الشيء الغريب الذي رآه لحظة تسديد الكرة والذي كان سببا في إهداره ركلة الجزاء هو التوتر الذي ارتسم على وجوه الجماهير النيجيرية. قال: أحسست بأنني أتحكم في مصير المنتخب النيجيري، إما أن أسجلها وأكون سببا في فرحة هذه الجماهير، وإما أن أهدر ركلة الجزاء وأكون سببا في زيادة التوتر لدينا كلاعبين ولدى الجماهير النيجيرية. في الحقيقة الحارس المغربي حارس كبير، لكنني كنت متوترا لحظة تنفيذ ركلة الجزاء. هذا الرجل المصري قال بأن المغرب ستفوز وستلاعب المنتخب المصري في النهائي. لم يشاء القدر أن يفوز المنتخب المصري، لكننا جميعا كمصريين نتمنى الفوز للمنتخب المغربي في مباراته أمام السنغال، ومن ثم يتوج المنتخب المغربي بالبطولة. هذا الرجل المصري البسيط قال: أتمنى جميع المغاربة أن يشاهدونني، ففضلا يا مغاربة قوموا بتوصيل هذا الفيديو إلى عدد كبير من اللايكات لكي ينتشر هذا الفيديو ونحقق لهذا الرجل المصري البسيط أمنيته البسيطة. إذا كان هذا الرجل المصري البسيط يستحق منكم الاحترام يا مغاربة، قوموا بتوصيل هذا الفيديو إلى عدد كبير من اللايكات وقوموا بتوجيه كلمة له في التعليقات. ان شاء الله المغرب هتكسب بكره. بتحب المغرب؟ طبعا.